السلام عليكم يا حلوين، طولنا الغيبة عليكم، كيفكن؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. اليوم رح نعمل مع بعض البامية بطريقة خطيرة. رح نعملها بالفرن، طريقة غير معهودة بس كتير طيبة. إذا طاجن البامية على طريقتي. عندي هون لحمة غنم، قصيت أنا كمان شوية بصل توم وبهارات يلي بتحبوها، وسلقت اللحمة تقريبا 70% مثل ما شايفين. بدي هلأ بلش طبق اللحمة على البامية عشان اني ما طول عليكم الفيديو ويكون ما في كتير شرح. فالمهم هيك احنا سلقنا نص سلقة اللحمة. هلأ انا نوع البامية اللي بستعملها اسمها بامية زيرو، يعني انا بحبها تكون هيك صغيرة. عشان ما تفرط معنا شو بعمل؟ بقليها نص قلية، يعني انا بكون عندي زيت حامي بقليها نص قلية وبطلعها. عن جد إنها بتخلّي البامية تضلها متماسكة، وكتير بتعطي كمان طعمة طيبة للبامية. ففي ناس ما بيحبوا يقلوها، بس يعني هو على راحتكن. بس إذا حتتبعوا وصفتي بليز بليز استخدموها بهاي الطريقة. هلأ عندي أنا مثل طنجرة يلي بدي فوتها على الفرن، فانتبهوا إنه ما يكون إلها حواف مثلا بلاستيك أو شي، لأن بدها تفوت على الفرن. رح نزل تدريجيا البامية يلي قليتها، ورح نزل عليها كمان مرقة اللحمة يلي سلقناها واللحمة يلي سلقناها. أنا عاملة لحمة مع العصاعيص وهيك، يا الله شو طيبة. هلأ في تقلية بدي أعملها. عندي زيت زيتون وتوم، بدي بلش قلي زيت الزيتون والثوم. ليش؟ لأنه هيك بيعطي طعم كتير طيبة لما تقلوا الثوم أكتر من لما تحطوه بس هيك فريش. هلأ من بعد ما قليتهم رح نزل عليهم معلقة صلصة. مثل ما معروف إنه الصلصة لما كمان تقلوها بتطلع طعم كتير طيبة. عن جد تبعوا هالوصفة ما رح تندموا، والله من أطيب أنواع البامية يمكن اللي دقتوها بحياتكم. بكل تواضع بكل تواضع، فرح قليها شوي هيك للصلصة لتاخد هيدي الطعمة الطيبة. وبعدين حبلش ضيف عليها شوي شوي مي تدريجيا لتتماسك عندي ويصير عندي مثل الصوص. كمان ضل عندي انا شوية صلصة بالمرتبين احنا اللبنانية ما بنكب شي فحطيت عليهم شوية مي، وكمان دلقتهم فوقهم. هلا حتستغربوا، كمان حملحها بس ححط في سر كمان. هون ححط ملح، بس ححط نتوفة صغيرة كمان سكر. صدقوني انه السكر بيعادل الطعمة، بيطلع الطعمة رهيبة. فهيك انجا انجا بطرف المعلقة شايفين هيك بس شوي سكر اسمر انا عندي، فما بيعمل كتير طعمة. فانتوا اذا حاطين سكر ابيض قللوا. مهم بهيدا الشكل بس هيك بقلبون. وهلأ صار جاهز هيدا يعني الخليط يلي عملته اني انزلهم فوقه للبامية واللحمة مثل ما واضح عندكم. وعندي شي كمان هلأ بدي أضيفه. عندي صوص البولونيز، هو بيكون توميتو اند هيرب. هذا الصوص معروف كتير، بنستعمله للباستا، بنستعمله يعني صوص البولونيز معروف بيكون فيه هو البازل، اللي يعني اللي بسموه الريحان، بيكون فيه شوية توم. كتير طيبة هاي الإضافة. هذا عن جد إنه يا ريت بس هيك جربوه على طريقتي. طب وانتوا حتشكروني الشكر ايه بقى؟ عن جد نزلوا هيدي الخلطة اللي هي بتكون يعني البولونيز خالصة يعني، حطون فوقهم. وهلأ شو بتعملوا؟ بتقلبوا شوي بس بالراحة عشان ما يعني اللحمة لأنها شوي مستوية عنا وهيك. هلأ شو بنعمل؟ بدنا نحطهم بالفرن. بحطهم أنا مدة ساعة. لا وبسكر عليهم عشان هيك يعني هلأ شوفوا شو حيطلع. انتوا شوفوا بس تشوفوا الشكل بس تطلع من الفرن حتقولوا الله. يعني هيك حيتسبك كتير كتير منيح وهيطلع كتير طيب. ورجعت انا لما دقت لقيت انه اكيد بدها ملح لاني ماني مكتره ملح. بس انتبهوا الصوص في ملح يلي حنشتري البولونيز، فدايما دايما دوقوا وسكروا عليها هيك بإحكام مثل ما شايفين عم برجيكم انه محكم الطريقة. وهلأ ححطها بالفرن وراح انساها مدة ساعة. وهيدا فرني الجديد. يلا هلأ بعد ما يخلص الفيديو حتعرفوا ان انا فتحته معكم. فهيدي كانت اول تجربة الي بهيدا الفرن. هلا عندي هون بمقلاي خلص يعني بلشت تقريبا تستوي. عندي بمقلاي حطيت مرة تانية شوية زيت زيتون، وعندي توم قليته، وححط هلأ كزبرة. أنا دايما الكزبرة بفرزها عشان دايما تكون متواجدة عندي. راح أقلب الثوم والكزبرة بهيدا الشكل، ولما كمان يستووا شوي هيك ياخدوا يعني لون يعني خفيف، راح أحطهم فوق البامية يلي عاملة عمايل ريحة البيت. البامية بس شوفوا هالمنظر، انتوا يعني لا تعليق. شوفوا هالمنظر، عن جد شي رائع رائع. التسبيكة، طعمة اللحمة مع العظام مع الصلصة كتير طيبة كتير طيبة. هلأ بنزل الثوم والكزبرة يلي قليناهم مع بعض. راح تذوقوا
بامية ما دقيقنا بحياتكم عن جد، لأنه هيك في حموضة، في شوي يعني طعم هيك من البازيل مع الكزبرة مع الثوم، واللحمة فارطة ليكو دايبة، دوب اللحمة دايبة. وشايفين كيف هيك المرقة ما خلت مرقة كتير يعني تكون غمرتها مثل ما شايفين، بس هيك حطيتهم. هلأ صار فيكم دغري تقدموها، ما في داعي ترجعوا تحطوها بالفرن، يعني دغري هلأ صارت جاهزة للتقديم. وأكيد إحنا مثل ما عارفين اللبنانية بناكل حدا رز مفلفل، فعملت رز أبيض مفلفل جبت بشعرية. اوفن وهون جديد، فرن حأترككم جديد، تشوفوا يلا يا الأوفن. عبودي ساعدني لانه الفرن تبعي هلكني، اشتريته سكند هاند وما حبيته ابدا. فيلا باركولي على الاوفن الجديد، ان شاء الله حبه. عم بقوله شوي عشان اذا ما حبيته رجعه. بسم الله. هيدا اسمه نينجا، بيجي بيعمل لي 10 اشياء بواحد، ما اذا بتعرفون. خلينا نشوف، يلا بسم الله. هو اير فراير مع جريل مع بيتزا، كل شي بيعملوا مع بعض. هدول الصواني، ايوه. يلا بسم الله، خلينا نشوف الجميل بقى يطلع لنا. اكشفي عن وجهك يا عروس. هيدا القديم، شفتوا شو بكرهه؟ ليكوا قد ايه كبير، على الفاضي. شايفين شو كبير؟ مفعوله كتير صغير، هداك ما بيعمل شي. ما شاء الله. هو هيدا بيجي كله، يعني الفانكشن تاعينه فيه 10 مثل ما قلت لكم. فيكم تحطوا التوقيت شو بدكم، بيطبخوا على 2 ليفلز. اليوم بدي اعمل عليه شيء. شايفين هذا قد ايه صغير، بس كتير نصحوني في ناس. شوفوا هذا اللي عندي قد ايه كبير، والله بيعل القلب وبيحرق الاكل وما بيعمل الحلو منيح. مش هيك ما عم نزل لكم كتير حلو اذا انتم ملاحظين. ف خلينا نشوف هيدا. يلا خلينا نشيل. بسم الله. صغير ايه، انا خايفه يكون انه مساحته صغيره، لانه انا هلا هو ضيق، بس في كذا ليفل. ايه شو رأيكم؟ عجبكم ولا ما؟ شوفوا هيك من جوا، ما شاء الله حلو. انا عاجبني، قعدت اتبحبشت كتير. هاي السلة لتعملوا اير فراين. سلة هون. هيدا هيك بنحط هيك. ايوه انا. شو رأيكم؟ قولولي مبروك. باركولي يا حلوين. يلا يا سلام، شايفين الحضارة والحداثة؟ شوفوا مثلا اير فراي، هول روست بيك، بيتزا. هيدا حخليه شوف امره، حخليه لهلا ما حكبوه. مع انه ماركة معروفة كتير اسمها بافلو، بس غشوني. يا سلام. يا ماشي يا عبد، شكرا.